احنا نريد القراءة اليوم، شلون تقرأ هذا التصعيد اللي صار، اللي دخل على التظاهرات؟ هل هو بالفعل مقصود ان يسيء الى التظاهرات، ام هو فعل اعتيادي من اي حركة تظاهرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم وتحية لقناة بلادي وضيفكم الكريم أستاذ طارق. حقيقة اليوم هناك تصعيد كبير في الشارع العراقي وهناك مظاهرات، وحقيقة المرجعية في خطبها الأخيرة أكدت على المظاهرات وقالت بالحرف الواحد في كل شعوب العالم عندما تكون هناك مظلومية لأي شعب هو من حقه أن يتظاهر ويرسل رسائل إلى الحكومة والطبقة السياسية بمظلومية هذه الطبقة السياسية. حقيقة اليوم المظاهرات في العراق أخذت منحدر كبير وأخذت منعطف آخر ومسار آخر، وصلت إلى عندما تصل إلى الدماء وإسالة الدماء. بما أننا اليوم نظامنا ديمقراطي، النظام الديمقراطي لا يقمع به المتظاهرون، والدستور العراقي الذي كتب هو يضمن حقوق يكفل الحريات، يكفل حرية التظاهر، والمادة 38 تضمن حقوق كما أسلفت بالتظاهر. بين كلامك احنا لربما التغيير بعد 2003 احنا اللي نفهمه كشباب، وضع العراقيين امام تحدي جديد بعد عقود طويله منذ تاسيس الدوله العراقيه. لم يكن هنالك تداول سلمي للسلطه، كان انقلابات على ملكيه على الى اخره. مفهوم هاي الامور اللي مراجع التاريخ مثل ما ذكر استاذ طارق، يقول ما يقرا التاريخ يبقى طفل. نعم. فالمساله انه صار قدامنا تحدي بعد 2003 ان نروح الانتخابات، والعراقيين اثبتوا جدارتهم وراحوا رغم الهاونات اللي كانت تسقط عليهم، رغم كل شيء، واثبتوا تحديهم ضد انه اسسنا العمليه والناس تروح للانتخابات. طبعا هاي العمليه اخفقت بها السلطه بحكم التدخلات والقوانين وغيرها، صار عندنا اخفاق، بدات الانتخابات الاخيره الدليل اكو هواي ناس ما شاركت، واكو هواي ناس صارت تزوير وغيره، وضعف هذا التحدي. التحدي الاخر ان نخرج بمظاهرات ونديم سلميتها لحد ما تحقق مطالبنا. اليوم هذا التحدي هل اصبح في خطر؟ هل العراقيين اصبح او مو يعني الوضع احنا مو اهل لهذا التحدي الديمقراطي، ان نعبر، ان نديم السلميه، ان يخترقنا فلان وفلان، والحديث عن جهات والحديث عن مندسين وعن حرائق وعن تخريب وغيره اللي اساءوا للمشهد. اشوف شباب يرسمون وهاي الملامح الحلوه بساحه التحرير، والقى ناس تشمر احجار وتضرب قوات وغيرها بمكان اخر. عندما تسالني عن التحدي فالعراق هو اهل للتحدي حقيقه. مرينا بصفحات، صفحه داعش وصفحه القاعده، واستطاع العراق أن يكسر شوكة هؤلاء الدواعش والقاعدة وأسقط الرايات السوداء. اليوم أنا أعتبر هذه صفحة خطيرة جدا في تاريخ العراق، هذه الصفحة وصفحة المظاهرات. المظاهرات دخلت بها كثير من الأمور، ودخلت بها قوة سياسية، وأصبحت نفوذ وصراع بين القوى السياسية. وما لاحظت في التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي ترامب عندما صرح في تغريدة قبل أسبوعين وقال أنا اليوم حددت نفوذ وأصدقاء إيران في العراق. هذا يدل تدخل واضح في سياسة العراق وفي التظاهرات. سيدي العزيز، العراق اليوم مبني على 3 قوى رئيسية هي من تدير العملية السياسية. اليوم القوى الشعبية التي كان هذه الطبقة السياسية لم تستطيع حسبان لهذه الطبقة السياسية، كانت مهملة القوى الشعبية، كانت مهملة. اليوم انطلقت هذه القوى الشعبية. الطبقة الثانية اللي هي متكونة من 3 طبقات رئيسية، الطبقة الكردية اللي هي حقيقة بعيدة عن المشهد السياسي اليوم، وهي حقيقة تحتاج على هذه الأفعال وهذه المظاهرات وهذه التشنج السياسي. الطبقة السنية اليوم أخذت الحياد وهي تقول مظاهرات شيعية. اللاعب الأساسي الآن في المنطقة هي القوى الأمريكية، تتحكم في المشهد السياسي أصبحت ولديها نفوذ ودخلت على المظاهرات بقوة. طيب أعود لأستاذ طارق. أستاذ طارق، نتذكر أنه أو قرينا أنه رفعت الشادرشي من اتفق ويا جواد سليم على إنشاء نصب الحرية. هذا اللي كانت الفكرة حسب ما سامعها منه بأحد اللقاءات. يقول شفت الناس بإحدى الثورات يمكن قبل الستينات، العمال شايلين لافتة والنقابات الأخرى كل واحد شايل لافتة، فانطلقت الفكرة مال نصب التحرير أنه تكون لافتة واحدة تمثل كل فئات الشعب.